في يوم من الايام وصل خبر لاسرائيل ان الجيش المصري بيتحرك باكثر من 60% من قواته ومعداته في الجانب الشرقي من سيناء، والمنطقه دي على الحدود بتفصل بين مصر واسرائيل. وكل القيادات الاسرائيليه توقعوا ان مصر اعلنت الحرب على اسرائيل، وده بسبب العدد الضخم من القوات المصريه اللي شاركت في العمليه بكل فروعها. فشاركت القوات البريه والقوات الجويه والدفاع الجوي، واستخدموا الذخيره الحيه. لكن في الاخر عرفت اسرائيل ان دي مش حرب، وان دي مناوره واسمها مناوره بدر 96، واللي سببت ذعر كبير لاسرائيل. واسرائيل اشتكت بعدها مصر للولايات المتحده الامريكيه، وقالوا ان مصر بتجهز انها تحارب اسرائيل مره ثانيه. فانت كده باختصار عرفت بعض المواضيع اللي هنتكلم عنها المره الجايه. فالحلقه الجايه هنتكلم عن مناوره بدر 96 وتفاصيلها، وهنتكلم كمان عن قدرات الجيش المصري وامكانياته في المناوره دي، وايه رد فعل الاستخبارات الامريكيه بعد اندهاشها من امكانيات الجيش المصري. فهنتعرف على كل ده الحلقه الجايه ان شاء الله. فما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان توصلك الحلقه الجايه. سلام.